العزيزية الدمياطي، يعني الحلويات كلها هتكون معانا النهاردة وهنعملها بطريقة جميلة جدا وبسيطة. العزيزية الدمياطي من أشهر الحلويات اللي بتتعمل في دمياط، وكمان من أشهر الحلويات اللي كلنا بنحبها في المصايف والأكلات الحلوة أو الأطباق الحلويات اللي بنشتريها. عايزة أقول لكم العزيزية الدمياطي أصلها ومكوناتها، وكمان أصل الوصفة اللي جبتها من أشهر محلات الحلويات. طبعا متعودين في بداية الفيديو بتاعنا نصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج بإذن الله تعالى. مبدئيا كده يا بنات عملنا العزيزيه بطريقه جميله جدا جدا، ومكونات سهله وكمان غير مكلفه خالص بالمره. هتعمليها يا حبيبه قلبي بكل بساطه وبكل سهوله، وتقدميها لاولادك، وكمان حلويات لذيذه جدا، وغير انها كمان ذو قيمه غذائيه عاليه جدا جدا ومغذيه للاطفال والكبار. طيب ما تيجوا نشوف الوصفه بتاعت النهارده عملناها ازاي، وقد ايه هي فعلا كانت جميله وسهله وبسيطه. لسه ما اشتركش في قناتي، يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل ما هو جديد من فيديوهاتي من مطبخ حله وبوتاجاز مع ام عمر. يلا بينا ونسمي الله ونشوف العزيزيه الدمياطي عملناها ازاي بطريقه جميله جدا، ومفيش اسهل ولا اروع ولا احلى من كده حلويات. يلا بينا يلا بينا. مبدئيا كده يا بنات جبت المكرونه بتاعتي. طبعا عايزه اقول لكم برضو ان في ناس بتحدد نوع مكرونه معين، لا انا بلزمكيش باي نوع خالص. واصل العزيزيه المكرونه، يعني اصل العزيزيه عشان تعمليها وتطلع معاكي مظبوطه زي المحلات لازم تحطي فيها مكرونه. في ناس بتعملها ساده من غير مكرونات، بس هو اصل الوصفه بالمكرونه. هتعمليها بقى بالمكرونه الاسباجيتي، المكرونه القلم، المكرونه المقصوصه العاديه، التحمير، اي نوع مكرونه عندك. ما تخليش حاجه توقفك، اشتغلي على الموجوده عندك عشان نبسط الامور ما نعقدهاش. وده طبعا شعارنا في قناتنا ان احنا بنبسط الامور ما بنعقدهاش. كان عندي كده حوالي كوبايه ونص من المكرونه اللي زي ما انتم شايفين كده، اللي هي المعوجه دي. فرحت ولعت على حبه ميه كده على النار، وطبعا هنسلقها بس السليق بقى اللي هو تستوي جدا جدا في لحد ما تتشرب كل كميه الميه اللي عليها دي. تمام يا بنات، يعني هنسويها تسويه كامله. وطبعا الميه مفيش فيها اي حاجه خالص. احنا سلق المكرونه العاديه بنحط حبه ملح في الميه وكمان حبه زيت. المكرونه بتاعتنا عشان هتبقى حلويات هنحطها كده بس في الميه المغليه، هنسويها لحد ما نطلع النشويات بتاعتها كلها زي ما انتم شايفين كده بالظبط. كل الريم الابيض ده النشويات بتاعه المكرونه بتاعتنا. تمام تمام. طبعا انا معاكم واحده واحده ومش مسرعه الفيديو علشان اقدر احكي لكم الوصفه عملتها ازاي وقد ايه طلعت معايا جميله زي ما انتم شايفينها كده في اول الفيديو، وكمان تعملوها تطلع معاكم زي ما طلعت معايا. بعد طبعا المكرونه ما استوت يا بنات رحت طفيت عليها النار وخلاص. هي كده كميه الميه اللي فيها يعتبر اتشربت النص الميه اللي كانت موجوده فيها، زي ما هي كده بحلتها بحالها، واروح قلباها في الخلاط وضرباها في الخلاط لحد ما انعمها خالص. طيب هضرب المكرونه في الخلاط، هتضربها في الهاند بلندر يعني الموجود عندك برضو زي ما اتفقنا اشتغل عليه. كل الناس البسيطه حبايبي على راسي من فوق، خلاطك هاتيه وحطي المكرونه بتاعتك فيه واضربيها. طبعا عشان لسلامة الخلاط وكمان تتضرب معانا بكل سهولة هنحط كمية من الحليب. احنا طبعا هنشتغل بكيلو من الحليب. تمام، هنجيب كيلو الحليب هناخد نصه لا اكتر من نصه، يعني 3/4 هنسيب منه حوالي كوباية بس. خدنا الحليب اللي هو كيلو الا ربع. تمام كده، حطيته في شفشق الخلاط وهنزل عليه بكوباية من السكر. تمام برضو عشان تكون معايا واضحة كل حاجة. حطيت كيلو الا ربع من الحليب. الحليب طبعا غلي مسبقا، يعني كنت غلياه وبعدين برد معايا، طلعتيه من التلاجة برضو كنت غلياه مفيش مشكلة. تمام. حطيت الحليب كيلو الا ربع، حطيت كيس من الفانيليا، حطيت كوباية من السكر، وهنزل على الخليط القمر دوت بالمكرونة بتاعتي. المكرونه طبعا زي ما قلت لكم مستويه تماما تماما، يعني مجرد ما هتتضرب في الخلاط هتكون بقت فتافيت، احنا مش عايزينها تظهر في الوصفه بتاعتنا. تمام يا بنات. بس طبعا اصل الوصفه زي ما احنا متفقين من اصل الوصفه ومن قلب محلات الحلواني بتتعمل بالمكرونه، وزي ما قلت لكم باي نوع مكرونه مش شرط مكرونه معينه.
ادي المخليط كله على بعضه ضربته في الخلاط، وزي ما انتم شايفين اهوت اللهم بارك ضربته يعني جامد جدا. ممكن لو في بواقي بس بسيطه مفيش مشكله، مش هتأثر معانا. هرجع بقى كميه الخليط اللي ضربتها مع بعضها كده في الخلاط هنزل بيها في نفس الحله اللي سويت فيها المكرونه، تمام كده بالشكل دوت. وهبدأ بقى ايه ارفعها على النار كده، تمام تمام. هنرفع كمية الخليط اللي احنا اتفقنا عليه وضربناه مع بعض في الخلاط على النار لحد ما، وكمان النار بتاعتنا تكون متوسطة، ما تكونش عالية ولا واطية. وهنجيب بقى المكون معانا اللي بيخلي العزيزية برضو تمام، اللي هو هيكون معانا 3 معالق من النشا على كوباية الحليب اللي سبناها في البداية. هنقلب عليها من 3 ل4 معالق نشا، خدي بالك من الكمية، من 3 ل4 معالق نشا حسب ما طبعا الحليب هيعوز معاكي ولا لا مع التقليب. بصوا يا بنات الحلوين اللي بيحبوا يساعدوا ماما، وطبعا كل الستات البيوت الشاطرين على راسي من فوق، والعرايس الحلوين، بصوا خدوا بالكم من الوصفة دي والتركاية المهمة دي. انا هقلب النشا على الحليب بالشكل دوت لحد ما ادوبه تماما، وبعدين هبدأ رفعت كده الخليط بتاعي على النار، وابدأ اقلبه كده، ويكون معايا المعلقة بتاعتي، وابدأ اقلب كده واحرك الخليط تحريك كده مستمر، بس يبقى على الهادي خالص وبالراحة علشان مفيش حاجة يعني تكون على حواف الحلة وتبدأ تتلسع معانا كده. انا قلبت النشا تماما، بقلبها تماما لحد ما يكونش فيها اي تكتلات. وعندي ما الخليط دوت اللي على النار يبدأ يعمل فقاقيع كده من الجناب، يبقى هو كده خلاص بدأ مرحلة الغليان. هبدأ اقلب بالمعلقة وانزل بالنشا، يعني وانا بقلب بالمعلقة بنزل بالنشا كده على الخليط، تمام. خدي بالكم من الحركه دي، ما ينفعش تصبي خليط النشا صب كده مره واحده، هتلاقيه كلكع من النص وعمل معاكي كلاكيع كتيره كده ويعني مش هيبقى حلو خالص، مش هيبقى لطيف. الخطوه دي مهمه ودي اهم حاجه في الوصفه بتاعتنا النهارده. بتبداي زي ما انتم شايفين كده تضيفوا حبه حبه واحده واحده كده على الخليط مع التقليب، تمام يا بنات. طيب يا رب اكون افدتكم في الفيديو بتاع النهارده، واكون يعني كل معلومه بسطتها لكم على قد ما اقدر، تمام. طبعا ببدأ اقلب زي ما انتم شايفين كده بالتقليب المستمر لحد ما احصل على القوام اللي انا محتاجاه. واخدين بالكم حركة المهلبية، بس طبعا دي مش مهلبية، دي عزيزية حلو، انا بقول اشعار. العزيزية دي جميلة جدا جدا جدا، حطوا تحت جدا دي مليون خط، من الحاجات اللي انا بعشقها في طبق الحلويات الشرقي. يعني انا ممكن كمان بروح اجيب طبق مخصوص عزيزية، ممكن ما احطش اي حاجة تاني غير العزيزية. قلبنا العزيزية وسويناها تماما والخليط معانا مظبوط، مش محتاج اي حاجة تاني. بدأ يتقل معانا على النار، برفع منه المعلقة واطفي النار، واكون بقى طبعا مجهزة معايا صينية زي ما انتم شايفين دهناها بالسمنة كده في الارضية بتاعتها. وهجيب بقى الخليط زي ما انتم شايفينه اهو بعد ما رفعناه من على النار. طيب الخليط بتاعنا بعد ما رفعناه من على النار، خدوا بالكم برضو من التركاية المهمة دي حبيبة قلبي، ما بتنزليش بيه صب كده على طول في الصينية، هتسيبيه حوالي من 10 ل15 دقيقة على الرخامة، تمام تمام، عشان ما حدش يعمل الوصفة وتبوظ منه يرجع يقول انت ما قلتيش. الخليط بتاعنا بعد ما بنسيبه من 10 ل15 دقيقة على الرخامة بيكون دهنين الصينية بتاعتنا بالزبدة او بالسمنة. هنبدأ ننزل بالخليط بعد ما بيكون هدي تماما او هدي شوية نوعا ما من السخونية اللي فيه. ببدأ اصب الخليط زي ما انتم شايفين كده في الصينية بتاعتي القمر دي، واسيبه بعد ما بصب وهز كده الصينية واظبط فيها الخليط عشان ما يطلعش جنب عالي وجنب واطي. وابدأ ارزعها كده على الرخامة خبطتين 3، اسيبها بقى ايه على الرخامة تاني، اسيبها حوالي تلت ساعة تاني، 20 دقيقة. هتسيبي الصينية بتاعتك لحد ما تبرد على الرخامة، تمام. مش هتدخلها تلاجة ولا حاجة، احنا الجو برد مش محتاجة يعني. خدي بالك هتسيبيها على الرخامة حوالي 20 دقيقة. بعد ال20 دقيقة هتجيبي الفرشة بتاعتك وحبة من السمنة او الزبدة المتاحة عندك وتدهني وش الصينية بتاعتنا، تمام تمام. ولعنا الفرن بعد ال20 دقيقة، وبعد بقى ما بندهن وشها كده بالزبدة او السمنة بندخلها على فرن درجة حرارة 180 على الشبكة في النص، وبعدين بنسيبها لحد ما بتستوي من تحت، تحس ان هي كده الحواف بتاعتها احمرت.
كده خلاص تمام. هنبدأ بقى نطفي الفرن من تحت ونشغل لها الشواية تاخد اللون الجميل القمر اللي انتوا شايفينه دوت. تمام كده يا بنات. احلى عزيزية هتاكلوها وهتعملوها من بعد الطريقة بتاعتي ان شاء الله. وكمان طريقتها سهلة جدا جدا، مفيش اسهل من كده. ما تنسونيش في شير ولايك وسبسكرايب للقناة، ما تنسونيش في دعواتكم بصالح الاحوال، ما تنسوش تعملوا شير لكل اصحابكم وحبايبكم، واللي لسه ما اشتركش في قناتي يشترك في القناة علشان نقدر نوصل بالقناة القمر بتاعتنا المكانة ترضينا وترضيكم بإذن الله تعالى. أحلى متابعين في الدنيا، بحبكم في الله. كلمة صدق مني ان انا فعلا بحبكم في الله. احلى متابعين، ربنا يديم المحبة والمودة ما بيننا. وبعتذر لكم عن طول الفيديوهات، بس غصب عني بحب اوضح لكم كل حاجة وكل معلومة في الفيديوهات علشان تقدروا تنفذوا الوصفة زي ما انا قلت لكم عليها، وكمان تطلع معاكم مظبوطة زي ما بتطلع معايا بالظبط كده، ما يكونش ناقصها حاجة، وكمان ما بخلش عليكم بأي معلومة عن الفيديو او عن الوصفة. طبعا عايزه اقول لكم احلى متابعين واحلى جمهور حله وبوتاجاز مع ام عمر. ربنا يديمكم نعمه في حياتي واترككم في رعايه الله وحفظه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.